اتوجه دلوقتي على المحل العربي اجيب خبز وبعد كده اجيب طماطم. انا مسكتها بيدي. اويا سنجاب الحمد لله. كنت اقتل سنجاب يا اولاد بس ربنا ستر. سامعين ام كلثوم شغال. لحم حلال كل اللي انتم شايفينها دي التسعيره عليها دي ب 17 ده ب 16 بس حلال كله. وهنا الدجاج برضه نفس النظام. العنيد عنيد البقرة الحلوب سمي حمرا يا قوطة حمرا يا قوطة. هتوجه دلوقتي على المحل العربي اجيب خبز وبعد كده اجيب طماطم يعني ولفة كده ونشوف ويا الدنيا. طبعا انا موسوس قوي احب يعني اكون حي في مكاني، يعني اي حي القاها مشي في مكانها اتعفرت على طول. الجو برو اجمل شيء فيها انك انت تصوره في اي لحظة وماسكها بيدي يا راجل. حبيبتي يا جو برو. حلوه البرو صراحه. سيبك انت يعني شوف انا حاطه مكان التليفون على كده في الحمل بتاع التليفون وخليت التليفون تحت ايدي. واقدر اشيلها بيدي واصور بها عادي. شايفين كذا انا مسكتها بيدي. اويا سنجاب الحمد لله. كنت اقتل سنجاب يا اولاد بس ربنا ستر. شايفين المناطق والمناظر. يوه المفروض كنت دخلت رايت يا ابوي. طبعا ركزت في التصوير ونسيت الجي بي اس. يلا الدخله اللي جايه. الطريق عندنا والخط الاصفر دي ده طبعا اللي رايح واللي جاي كده. انا رايح واللي جاي فالخط الاصفر ده ما ينفعش تعبر الخط الاصفر ده. شايفين الخط الاصفر ده ما ينفعش تعبر، يعني ما ينفعش اروح الناحيه دي غلط ولا امشي عليها. لو في شرطه وراي ومشي عليها هيديني تيكت. ده بوشكش معاي في العربيه ونيسي دي. طبعا الوقت ده الساعه 5 الا ربع عندنا باوستن اصعب وقت. الشارع اللي هيعديني على المحل العربي. طبعا في واحد تاني محل عربي اكبر من اللي انا رايح له ده بس بعيد حوالي 25 دقيقه. ده قريب عليه 15 دقيقه. فدايما ابدا بتدور على الاقرب عليك عشان يعني ايه يوفر لك وقت، لانه الوقت زي ما قلت لكم ان الوقت مهم جدا جدا. وده المحل العربي اللي انا قلت لكم عليه الزيتون. باجي اخذ منه يعني لحمه وفراخ وخبز يعني الحياه المطلوبه يعني، لان محل عربي والاكلات الحاجات اللي موجوده كلها فيه حلال. وشايفين حتى مكتوب عليه بالعربي الزيتون. يلا بينا نشوفه محل الزيتون. سامعين ام كلثوم شغال. السلام عليكم. الله يخليك. كله خبز ده يسمونه عراقي. هذا زي ما انتم شايفين وده برضه سموه. طبعا انا عايزيه الخبز اللي هو زي بتاعنا الخبز العربي بس هنا في الحجم الاكبر. يعني الكيس ده يعمل له 3 دولار 2 دولار ونص بس ما في غير كيس واحد كبير مع الاسف. فانا هاخد هي النوعيتين كبير وصغير. دي طبعا دي كلها بهارات زي ما انتم شايفين. كل هذه بهارات كمون شطة مش عارف ايه والكلام دي. ودي برضه بهارات. وهنا دي لحمة حلال كل اللي انتم شايفينها دي والتسعيرة عليها دي ب 17 ده ب 16 بس حلال كله. وهنا الدجاج برضه نفس النظام. فاهم عجيه اخد دايما اللحمة من هنا وخضروات بس راح خضروات مش ماخد من هنا ماخد من الوال مارت. فانا لازمني طماطم اللي هنا يعني شوية مش كول قوي فانا ممكن اجيبها من وال مارت. ودي برضو ايه عجوة مع عجوة وبلح والكلام دي. هنا برضو عندك دي كلها اغراض للمنزل حاجات منزلية كلها.
المطبخ وكوبايات شاي ودشيش السلام عليكم. صور اليوتيوب؟ يا يوتيوب وتيك توك وفيسبوك. ودي طبعا كلها حاجات الفول المصري واليمني والامريكي، كلها على الفول. فكل حاجه موجوده هنا عندنا، يعني ما تفكروش احنا عايشين في امريكا، لا، كل حاجه متوفره. عدس مع عدس. طبعا ده شاي المفضل، شاي احمد، احمد تي على 11 دولار 99، يعني قول 12 دولار شاي احمد. ودي قسم الالبان، الزبادي والقشطه والكاتشب والصلصه والحاجات دي، كل حاجات عربيه يا جماعه. كل حاجات عربيه. بن العميد، بن العميد يا عميد. وده عسل، كل ده عسل تحت. البقرة الحلوب سمني. كباب دجاج عراقي، كل انواع المجمدات هنا موجودة. وبامي، بامي، كل اللي جاي من الدول العربية. كبة وكبة. والأجبان، جبنة عكاوي، جرينلاند، كل حاجات عربية جاية من عندنا. جبنة أبو الولد. شاي أم علي. شاي أم علي دي من عندي صراحة. طبعا العصاير، أنا أخدت عصير برتقال من هنا روعة صراحة. خلصت من الزيتون، هروح على الوالمارت أجيب شوية خضار كده، لأن زي ما قلت لكم الخضار معجبه من الوالمارت صراحة، متوفر وكتير، وكل اللي أنت محتاجه موجود هناك. يلا بينا على الوالمارت. ده الوالمارت اللي احنا رايحين عليه. المحل ده يعني من أجمل المحلات اللي موجودة في أمريكا، العملاق، أنا مسميه العملاق، عملاق الخضروات، عملاق الأكل، عملاق كل حاجة. عبد ونجي، حمرا يا قوطة، حمرا يا قوطة.